السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. أهلا بكم حبايبي في كل مكان. كالعادة فيديو جديد، لكن اليوم فيديو سهل جدا للمبتدئين. راح نعمله مربع مثلا عمل كوفية، لا مش كوفية، بطانيات للأطفال، بطانيات للسرير، مخدات، يعني أي حاجة تجي، جاكيت كذلك. باش نبداو قبل البدء نقول لكم ما تنسوش الاشتراك في القناة وتعليقاتكم ولايكاتكم. نتمنى أنكم تدخلوا وتشوفوا القناة وتشيروا على أكبر نطاق. ونبدأ بسم الله بالعقدة اللي موالفينها سهلة جدا. هكذا عقدة البداية. الصوف عادي نقدر نخدموه بثلاثة ونص حتى 4. نبدأ على بركة الله. نقول 1 2 3 4. نروح لأول سلسلة وندير منزلقة، وهكذا نرتفع 1 2 3 كعمود، ثم ندخل داخل الغرزة ونعمل عمود ثاني. هكذا نخرج كل شيء، نزيد نلف الخيط ونعمل العمود الثالث. نرتفع ب3 سلاسل ونزيد ندخل داخل الدائرة ونعمل 3 أعمدة كذلك بلفة. 1 2 3 ونرتفع ب3 سلاسل وندخل مرة أخرى ونعمل 3 أعمدة بلفة واحدة. 2 ناخذ الخيط معايا 3. هنا تحصلنا على 1 2 3 سلاسل وندخل ونعمل 3 أعمدة الأخيرة بالنسبة للسطر الأول. 2 3 نزيد نرتفع ب3 سلاسل ونروح لأول عمود وندخل في الغرزة الثالثة ونعمل منزلقة. نزيد ندخل في الثانية ونعمل منزلقة، نزيد الثالثة وندخل في منزلقة، وندخل في وسط 3 أعمدة ونعمل منزلقة. هنا تحصلنا على الصف الأول. نزيدو نشوفوا الخيط باش نغلقوا الثقب مليح، الخيط لتحت هكذا تقفل معنا. نزيد نرتفع ب3 سلاسل. هذا عملنا الدور الأول. هنا الدور الثاني نعتبر هذا السلاسل عمود. نزيد ندخل وندير العمود الثاني ثم العمود الثالث، ونرتفع في نفس المكان ب3 سلاسل. هذا الحين نعمله كزاوية أولى. 1 2 3 كذا
هنا تحصلنا على أول زاوية. نعمل سلسلة واحدة وندخل للزاوية الثانية، نعمل فيها 3 أعمدة، 3 سلاسل، 3 أعمدة. ثلاث سلاسل، 3 أعمدة في نفس المكان. الزاوية الثانية، الزاوية الأولى والزاوية الثانية دائما نعمل سلسلة واحدة كي نعمل 3 سلاسل هذه، ونروح للزاوية الثالثة وندخل 1 2 عفوا 3 الأولين، 3 سلاسل، ثم ندخل في نفس المكان نعمل 3 سلاسل، 3 أعمدة عفوا 2 3. نعمل سلسلة واحدة هكذا. نزيد ندخل للزاوية الرابعة، 1 2 3 سلاسل، ونفس المكان 3 أعمدة أخرى. هذا السطر الثاني. هنا نعمل سلسلة ونروح آخر عمود، وفي الغرزة الثالثة أعمل منزلقة هكذا، ونزيد ندخل في العمود الثاني منزلقة، والثالث منزلقة هكذا. هنا عملنا الدور الأول والدور الثاني. هنا أعمل 3 سلاسل واعتبرهم عمود، 2 3 و3 سلاسل و3 أعمدة، 1 2 3 وسلسلة. السلسلة هذه اللي تعمل الفراغ باش كل مرة يزيدوا عندنا 3 الفراغات هذيك، فجينا التزايد. دخلت في السطر الثالث، الفراغ سلسلة، وأدخل في الفراغ هنا وأعمل 3 أعمدة. هذا مثلا نبدأ بالواحد، هذا 1، نزيد ندير سلسلة ونروح للزاوية 1 2 3 سلاسل، 1 2 3، ونفس المكان في زاوية، 4 زوايا عندنا نفس المكان، نعمل 3 أعمدة وسلسلة واحدة، ونروح هنا الفراغ. هاو الفراغ هنا نتحصلوا على 3 أعمدة، فراغ 1.
كل ما نزيدوا الأسطر فراغين، 3 فراغات، 4 فراغات، حتى يعني تكملوا الحاجة. يا إما تعملوها صغيرة، المربع تعملوه صغير ولا تعملوه كبير كما حبيتوا. نزيد ندير غرزة وندخل في الزاوية. 1 2 3. سامحوني على الإضاءة، الله غالب الموبايل هذا ما فيش إضاءة تماما، يعني مع الضوء مع كل شيء، ولكن شوي ناقص. إن شاء الله ينوب عنا ربي ونشريو كاميرا. وعلاش لا. غرزة، نزيد نشوف الفراغ هذا، نعمل فيه 3 أعمدة، كل سطر يزيد فراغ، فراغين، 3 فراغات إلى غير ذلك. أنا راح نعملها شوي كبيرة، المربع شوي كبير، لأن راح كما مش هذا واللول اللي راح نستعمله كمخدات للصالون. لما اشتري راح نقسمهم معاكم. نزيد غرزة ونروح للزاوية ونعمل 3 أعمدة، 3 سلاسل و3 أعمدة. والغرزة دائما كاينة غرزة اللي تعملنا الفراغات. 1 2 3. نروح لهنا، 1 2 3. نعمل غرزة سلسلة ونروح للفراغ. دركا نعودوا عندنا في السطر الثالث، نعودوا عندنا 2 فراغات. نزيد سلسلة ونروح هنا، هذا كيف بدينا السطر الثاني والثالث. هذا السطر الثاني، نروح للسلسلة الأخيرة وأعمل منزلقة. نزيد ندخل في الثانية وأعمل منزلقة. نزيد ندخل في الوسط ونعمل منزلقة، وبعد نرتفع ب3 سلاسل واعتبرهم عمود الأول، العمود الثاني، العمود الثالث، 3 سلاسل و3 أعمدة في نفس المكان. هكذا. تقدروا تديروا هذه الغرزة تقدروا تديروها مثلا عندكم مائدة مستطيلة، تقدروا تديروه لمائدة مستطيلة. نزيد نعمل سلسلة ونروح للفراغ ونعمل فيه 3 أعمدة هكذا. 2 3. هذا الثالث، 3 سلاسل، 3 أعمدة. صوتي راه ما كانش، لكن لازم اشتغل كل هذا الشغل وما فيه ولا حاجة. أعمل سلسلة وانتقل للفراغ. هنا وش عندنا؟ هنا فراغين. استنى نشوف. لا شو هاد؟ لا غلطانة. هذه الزاوية هنا يجيو 3 أعمدة فقط. هنا تحصلنا على المكان هذا الفراغ، ونزيدوا الفراغ هذا فراغين. نزيد ندخل في الفراغ الثاني وأعمل 3 أعمدة. المرة
والثالثة نعمل 3 فراغات، والرابعة 4 فراغات. نطلع بسلسلة واحدة وندخل في الزاوية. 1 2 3 3 سلاسل ونفس الفراغ بتاع 3 أعمدة، 3 سلاسل 3 أعمدة، وهي تعتبر زاوية من الزوايا ال4. هنا بدينا الزاوية الأولى، الزاوية الثانية، الزاوية الثالثة والرابعة، وندخل في سطر آخر. نزيد نعمل هنا سلسلة وندخل في الفراغ الأول، الفراغ الثاني، الفراغ الأول 3 سلسلة اللي نعملوها كفراغ، ونروح للفراغ الثاني 2 3 ونعمل فراغ بسلسلة ونروح لثالث زاوية 1 2 3. نزيد 3 سلاسل و3 أعمدة، سلسلة ونروح للفراغ الأول والفراغ الثاني، الفراغ الأول والفراغ الثاني. السطر اللي يليه يكونوا 3 فراغات، 1 2 3 سلسلة وندخل في الفراغ الثاني 1 2 3 سلسلة وندخل في الزاوية الثالثة، لا الزاوية الرابعة 1 2 3. وهذو من أسهل المربعات. في المربعات الواعرة شوية صعبة، نبداو خاطر راح نتعلموا، نعلمكم إن شاء الله. وريدات، دوار الشمس، في يعني كتير مربعات. هنا غرزة سلسلة ونروح للفارغ الأول عمود، فراغ في الفراغ الأول 3 أعمدة، سلسلة و3 أعمدة، هكذا. ونروحوا للسلسلة هذه اللي طالعة ونعمل منزلقة هكذا، ونزيد منزلقة هنا ومنزلقة هنا، وفي وسط الشغل ونرتفع ب3 سلاسل واعتبرهم عمود الأول، العمود الثاني، العمود الثالث. نشوفوا الشغل مليح، شوفوا اشتغلنا. هذه الوريدة هذه الأولى، هذا السطر الأول، هذا السطر الثاني والثالث والرابع.
كل ما يعود مثلا سطر جديد راح يزيدوا معنا الفراغات، لأن دائما نضيفوا السلسلة هذيك عند تعمل لنا حاجة يعني مهم. نشتغل بداية السطر الرابع. هنا نزيد سلسلة ونروح للفراغ. هنا وش عادوا عندنا؟ فراغ 2 3 3 فراغات، 1 2 3. نروحوا للفراغ الأول نعملوا فيه 3 أعمدة، وكل ما ندير 3 أعمدة نعمل سلسلة باش يجيني في السطر اللي يليه فراغ باش نعمل فيه الرابعة. هنا 1، هنا الفراغ الثاني، الفراغ قلت الثاني سلسلة، والفراغ الثالث وسلسلة سلسلة، وندخل في الزاوية 1 2 3 3 سلاسل بيناتهم فراغ، 3 سلاسل ونفس المكان 3 أعمدة 2 3 سلسلة، ونروح ل3 فراغات 1 2 3. نكمل السطر هذا ونرجع لكم. يا أخي السطر أي فيه شوي كلام من العائلة الكريمة، ما مش فايقين باللي راني نسجل، معليش. هنا حنبدأ سطر جديد، نرتفع ب3 سلاسل، نعد الأسطر اللي بديت فيهم، هذه ما نحسبهاش، نحسب 1 2 3 4، وراح ندخل في الخامس يكون فيه 1 2 3 4 يكونوا فيه 4 فراغات. العمود الأول، الثاني، الثالث، 3 سلاسل ونفس الشيء بعد 3 سلاسل نعمل 3 أعمدة جنب بعض، زاوية، مربع عنده 4 زوايا، سلسلة، نروح للفراغ الأول، الفراغ الأول 3 أعمدة جنب بعض، والفراغات هذو راهم يجيونا من زيادة السلسلة، هذه السلسلة هي اللي تعمل الفراغات. 2 3 سلسلة، ونروح الفراغ الثالث، 2 3 سلسلة، والفراغ الرابع، وندير سلسلة باش نوجدوا للسطر السادس يكونوا لنا 5 فراغات، 1، ونروح للزاوية ونعمل الزوايا نفس الشيء، يبقاو أماكنهم ما يتغيروش، 3 أعمدة 3 سلاسل 4 زاوية وزاوية يعني 4 زوايا للمربع، 4 زوايا، الزوايا ما يتغيروش لا في العدد ولا في السلاسل ولا شيء.
بقاو هما نزيد سلسلة باش نعمل الفراغ الأول 2 أعمدة، 3 أعمدة، سلسلة، نروح للفارغ الثاني 1 2 3 سلسلة، والفراغ الثالث هنا 1 2 3 4 فراغات. السطر اللي راح يجي يكون فيه 5 فراغات، كل مرة يزيد 1. الفراغ الأخير بالنسبة لكم انتوما، إذا كان مثلا كنا نعطيلكم وين صفيت، معليش دائما جبدوا الخيط هاك تعودوا رايحين تحطوه باش ما يسمصرش معاكم. كبر المكان، شوفوا هذا هكذا مثلا، هكذا قادرين ديروا مربع هكا صغير ولا اقل منه في الصغر، هكذا تقدروا مثلا تعملوا الاول الثاني الثالث الرابع، خلاص تشتغلوا هذا مكان ديروا مربع صغير، يعني كتاع الجاكيت ولا ما تكبروهمش بزاف. اما المربعات تاع البطانيات وافرشة الاسرة الى غير ذلك، تعملوهم شوي كبار باش ما يحيروكمش ديروا بزاف. يعني انا حسب الكبه باش نكمل، لان ما عنديش فيها بزاف. انا راح نزيد في هذا، وباش ندير على المنوال تاعو مخايد للكنبيات بتاع الصالون، لانهما قرونا فراش قرونا، مخدات قرونا دان، يعني قطيفة، ويجيو دايرين مخدتين فقط في كل كنبي. راح نزيد لهم انا مخدة كبيرة طويلة ومخدتين كجوتي هكا، نديرهم بلون واحد فريد هو الغونا، مثلا اللون العنابي، لون العنابي زي العنب، يعني ذاك اللي يخلط حمورة مع سواد مع هكذاك. المهم ولما تجيو تغلقوا لازم تخليو شويه النسجه تاعكم، تخليوه الخيط تخليوه شوي طويل باش تخيطوا به، سواء بالكروشيه او بالابره. نكمل السطر هذا ونرجع لكم. رجعت باش نعملوا هذا الختام المربع. نقول لكم باش درت فيه من دروكا. هنا هذه السلسله الاخيره، مش سلسله، العمود نعمل فيه منزلق، نزيد هنا منزلقه هكذا، وانهي الشغل، نقص الخيط ونجبد هكذا. خلصنا منها، ها هي مربع سهل جدا، وتقدروا ديروا هكا ولا اقل منه ولا اكبر منه. بالنسبه للافرشه اللي تكون كبيره، المخدات نقدروا نديروهم يعني المربع هكذا، يعني فيه السطر الاول الثاني الثالث الرابع الخامس والسادس، تقدروا ديروهم اكبر من هكذا. نتمنى تكونوا فهمتوا. يعني الغرزة هي عبارة عن هذو يعني أعمدة بثلاث بلفة، وفي هذا الزاوية نفس الشيء نتبعوا دائما، الزاوية الأولى الثانية الثالثة والرابعة.
تقدروا كلكم ديروا به، تكملوا هذه القطعة تكملوها طول حتى تعملوا لمائدة مستطيلة مربعة إلى غير ذلك، تعدلوا والخيط يكون أرق من هذا، يجي جميل. بهذا القدر أنهي معكم الفيديو، ونتمنى أنكم ما تنسونيش من لايك وشير وسبسكرايب وتعليقاتكم الجميلة، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.